مساء الفل. كان في اغاني مشهوره قوي في السبعينات والثمانينات. في مصر بقى سنة 77 الفنان أحمد عدوية غنى أغنية كسرت الدنيا. الأغنية بتحكي موقف أغلب شباب زمان مروا بيه، وهو إن كان في ميعاد مع المزة بتاعته، بس أيامها كان اسمها الجو. أغلب الجيل الجديد ما يعرفهاش ومش هيحس بيها قوي، وهقول لك ليه بس كمان شوية، سسبنس وكده يعني. كاتب الأغنية الشاعر حسن أبو عثمان، وعلى فكرة الشاعر ده كان الحلاق بتاع عدوية أصلا. حسن أبو عثمان كان فنان، حتى في الحلاقة كان فنان، وده معناه إن الفن ملوش قواعد ومش بالواسطة. الأغنية لحن الفنان هاني شنودة. اللي جاب القلعة جنب البحر. أصل هاني شنودة كان بيعمل أغاني كلاسيك وميال للغربي. زحمة دي أول أغنية شعبي يتحط فيها بيس جيتار ودرامز. وعدوية كان بيغني شعبي ومش أي شعبي. سعيدة يا حلوة سعيدة ياللي بلادك بعيد تقول ما خدش. عدوية كان بيهون على الناس الشقيانين، لأنه كان بيغني كلامهم اللي بيتقال في الورش وفي الشوارع والزقايق. ده كان فاضله شوية ويلف في الشارع ويقول عيلة تايهة يا ولاد الحلال. ومع ان عدوية اكتر مطرب بتهاجم، بس اغانيه كانت دايما بتنجح، والبركة في كلمات الشاعر حسن ابو عثمان اللي كاتب له اغلب اغانيه اللي نجحت وكسرت الدنيا. المهم نرجع للاغنية. هو كان موعدها انه هيقابلها الساعة 8 مثلا عند كوبري الابراهيمية، ولا اقول لك نخليها في محطة الرمل عشان معروفة اكتر، وهو ساكن مثلا في سيدي بشر، والمشوار هياخد نص ساعة تقريبا. المهم اخد دش ولبس احلى طقم عنده ونزل اخد عربيته ومشي. بص لقى يا نهار ابيض، ده كده مش هيلحق حبيبته. زحمة ولا عطش رحمة مولد وسحبه في الشارع فعلا مفيش رحمة. اجي من هنا ده شوية وهينزل ينظم المرور. واروح هنا الراجل بصراحة بيحاول. هنا او هنا ده عمل اراجوز عشان ما يتأخرش على حبيبته. زحمة يا دنيا زحمة. في الكوبليه الاولاني ابتدى يتخنق وحس انه هيتأخر. زحمة وانا رايح له وانا وسط الزحام، وبعد ما كان بيفكر بس ابتدى يتكلم بصوت عالي. اسمع واقول له يعني مثلا قول استني شوية، انا قربت اهو اوعي تمشي، بس للأسف ما بيوصلش الكلام. برضه بيحاول. اجي من هنا واروح هنا. في الكوبليه التاني ابتدت تصعب عليه نفسه، بس اسمعها كده من البوك. زحمة ومعطلاني وإن رحت وما لقيتوش، دي تبقى مصيبة، وابتدى يخاف. أخاف أروح له تاني في معادي ما لقاهوش، وهنا قصده على الميعاد اللي بعد كده. بيني وبينه معاد هيروح الميعاد. ما خلاص ما بقاش فيه ثقة، ده انت طلعت عيل وما جيتش في ميعادك، يبقى شوف بقى مين اللي هتعبرك تاني. طبعا ده كلامها اللي هو بيتخيله. زحمة يا دنيا زحمة. المهم في الكوبليه التالت بيبص في الساعة، يا نهار اسود، الساعة إلا تل ومعادي معاد 8. انا اتوترت بجد. طب وبعدين؟ لا من السكة دي رحت مش كنت مشيت من السكة دي؟ ولا لاقي سكة تانية. قفلت زي الدومينو، واضح ان مفيش فايدة. كتير الناس كتير وعايز اهرب واطير. اوبا، الراجل شطح بخياله وعايز يطير، هيتحول سوبرمان عشان يلحق حبيبته. ايه ده، هي الاغنية دي عاطفية ولا سياسية؟ اسمع المقطع ده تاني كده. كتير الناس كتير وفي الايام دي كانوا بيعملوا اعلانات عن تحديد النسل عشان ما نوصلش للي احنا فيه دلوقتي. وعايز اهرب واطير. وفي الايام دي كان نص الشباب في الكويت والنص التاني متوزع على باقي الدول. عايز تسافر ليه؟ من الغلب اللي انا فيها متولي، من الغلب اللي انا فيه. واسمع الكلام ده تاني كده. زحمة يا دنيا زحمة. وهنا بيتكلم عن الزحمة. زحمة وتاهوا الحبايب. وهنا بيتكلم عن حاله وحال اغلب الحبايب. اصل الزحمة زحمة مسؤوليات وطلبات وضغوطات ومشاكل وفراق، فعلا تاهوا الحبايب. زحمة ولا عطش رحمة. وهنا بيتكلم على الناس واللي بيعملوه في بعض في الشوارع. وهنا مش هتكلم بقى، اكيد انت فاهم. بكام رشا؟ 100 جنيه.
اوكي، ومين بقى اللي كان في العربيه؟ الوطن؟ لما عملت سيرش عن المؤلف حسن ابو عثمان عرفت انه كتب الاغنيه دي في الحجز. اللي ملوش خير في حاتم ملوش خير في مصر. ايوه بجد، اتمسك في كمين هو وصاحبه والف الاغنيه في الحجز. بس بصراحه الاغنيه حلوه اكتر وهي عاطفيه، ولا ايه؟ وعلى فكره مصطفى حجاج غناها حلو قوي. ليه بقى الأغنية دي ما تنفعش مع الشباب دلوقتي؟ أول حاجة عشان دلوقتي في موبايل، فبكل بساطة هيتصل بيها: ألو حبيبتي أنا في السكة والدنيا زحمة ومعطلاني، وبس كده. وتاني حاجة ودي الأهم، إن الحب نفسه اختلف عن زمان. شوف هو كان عامل إزاي عشان يوصل لحبيبته. خاف اروح له تاني في معادي ملقاهوش. لكن دلوقتي عادي، حتى لو هو اتأخر وهي مشيت هيعرف يوصل لها تاني ب100 طريقة. المهم الأغنية شعبية والمؤلف راجل بسيط، بس قدر يعبر ببساطة عن استيائه وإحساسه بالظلم، وإنه بيدور على حبيبته ومش عارف يوصل لها من كتر الضغوط اللي عليه، وكان بيشبه الضغوط دي بالزحمة. وطبعا في فيلم عسل أسود الرسالة كانت واضحة أكتر ومباشرة، وهي إن ممكن حبيبتك تكون فيها عيوب وكنت بتحلم تشوفها أفضل من كده، لكن في الآخر هي حبيبتك، ومهما حاولت تبعد عنها الحنين هيرجعك ليها تاني. وغيرهم كتير أفلام وأغاني وصلوا لنا رسائل مهمة، وهو ده الإبداع في الفن وقوة تأثيره. عشان كده بيقولوا على الفن القوة الناعمة. المهم المؤلف حسن أبو عثمان ساب موضوع الأغنية مفتوح، وما عرفناش هو وصل لحبيبته وقابلها ولا فضل تايه وسط الزحمة. ويا ترى هو كان بيكتب عن حبيبته اللي هي البنت اللي بيحبها، ولا حبيبته دي كان يقصد بيها حاجة أكبر وأعمق؟ وفي الآخر أتمنى تكونوا انبسطتوا. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتعمل لايك.